السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نعاود لكم ستوري ديالي كيفاش جيت لدبي وكيفاش لقيت شركه اللي خلصت ليا الطياره وخلصت ليا الاقامه وخلصت ليا السكن وخلصت ليا المواصلات. اول حاجه لونطروشي يعني بداو معايا بعربيه بريزونطاسيون عاديه، شكون انت شنو سميتك، كيعيطوا ليا تقولك الو راه تقبلتي في لونطروشي، راه الطياره واجده والفيزا واجده، المهم وجدوا لي داكشي كامل كاع دوك الوراق اللي غادي نقدر نحتاجهم وجدوهم ليا. صراحة داك النهار اللي غادي نخرج فيه من الدار كنت حسيت بالبكية. اي واحد كيفكر يخرج من المغرب بشي طريقة اللي هي ليغال ومضمونة وما مخلص فيها حتى ريال يمشي لانابيك ويقلب على لي زوفر اللي كيكونوا خارج المغرب. المحطة القادمة هي برج خليفة دبي مول. The next station is برج خليفة دبي مول. اول حاجه شفت البوست في الفيسبوك، شي واحد بارطاجا البوست في فيسبوك بان الشركه ديال انابيك طالبين عمال، وهاد العمال تقريبا باغاهم دوله الامارات دبي بالضبط. انا قبل كنت خدام ريسبونسابل ماغازان بيم ستورز، الا كنتو كتعرفوا المهم راه كاينين في كازا كاينين في المغرب كامل. كنت خدام عندهم ريسبونسابل، من بعد بانت ليا لوفر وبان ليا داكشي تقريبا متقارب مع داكشي اللي كنت خدام فيه. المهم اول حاجه درتها هي انني خصني نتحقق من هاد لوفر هادي. مشيت لانابيك ديال سيدي مومن الا كنتو كتعرفوها. المهم مشيت تحققت من ديك لوزوفر واش داكشي فري ولا غير فيسبوك داكشي كذوب، لقيتو فري. دويت مع السيكوريتي تمايا قال لي راه باش تدفع لهاد لوفر خصك تطلع واحد الاوراق. قريت دوك الاوراق قيدتهم، جمعت دوك الاوراق كاملين، رجعت لعندهم دفعت لهم الدوسي ديالي. ديك الساعه الدوسي ديالي انايا كان بري بالسي في وقال شي شهاده صحيه، المهم واحد الوراق طلبوا مني جمعتهم ليهم رجعتهم ليهم. من بعد تقريبا شي 2 سيمانات بحال هكايا عيطوا لي تقريبا على ود لونطروتيان، اذا راه غادي يكون عندي لونطروتيان. جات وقيته ديال لونطروتيان كان عندنا تقريبا في كازا نيت. الناحيه ديال لونطروتيان كنت كنصحاب راسي غير كازا حنا بوحدنا. ولي المفاجاه هو انني لقيت المغرب كامل، يعني دراري من اكادير من الشمال من الجنوب من مراكش من جديده، تقريبا كان بزاف ديال البنادم تما ودوك كلهم عندهم لونطروتيان. المهم جينا بكري تسنينا بداو لي زونطروتيان. جات النوبه ديالي. اول حاجه لونطروتيان يعني بداو معايا بعربيه بريزونطاسيون عاديه، شكون انت شنو سميتك شحال عندك من عام شنو كدير داكشي عادي. جات واحد لابارتي ديال لونغلي، يعني غادي يسولك تقول do you speak English introduce yourself. صافي المهم بدا لي انتروديوس يور سيلف، درت بريزونطاسيون ديالي شكون انا شنو كنخدم. هذه صراحه ما كملش ديك الانتروديكسيون، قال لي صافي شويه قال لي سير تنعيطوا لك. تقريبا داز شي 3 سيمانات 2 سيمانات بحال هكايا كيعيطوا لي تقولك الو راه تقبلتي في لونطروتيان وتجي عندنا لانابيك ديال سيدي مومن باش تطلع شي وراق اخرين. اوكي داكشي اللي درت. مشيت لعندهم عطاوني عاوتاني واحد الليسته ديال الاوراق خصني نطلعهم. بريباريت دوك الاوراق تقريبا تاهم عاوتاني فشي دار في 3 ايام بحال هكايا. جمعت داكشي كلشي ديتو ليهم صافي ورجعت بحالاتي كملت الخدمه ديالي عادي نورمال. تقريبا غدوز عاوتاني شي سيمانه بحال هكا، ما عاقلتش بالضبط على التواريخ، تقريبا شي سيمانه عيطوا لي غترجع باش تسيني العقد ديال العمل. المهم رجعت سينيت عقد ديال العمل بحال هكايا وشي وراق اخرين. صافي رجعت عاوتاني الخدمه ديالي خدام نورمال ايامات عاديه. عاوتاني اتصلوا عليا قال لك جي راه سميتو راه كلشي واجد، راه الطياره واجده والفيزا واجده. المهم وجدوا لي داكشي كامل كاع دوك الوراق اللي غادي نقدر نحتاجهم وجدوهم ليا. مشيت لعندهم. المفاجاه اللي غتهربوا لي انا صراحه من بعد ما غيعطيوني الوراق والفيزا والطياره عطاوني كلشي، اللي غتهربوا لي هي عطاوني 4 ايام بالضبط وغادي نخرج من المغرب. تخيل يعني انا خدام نورمال عندي كلشي حياتي يعني عاديه مستقره، هذه تيقول لك راه عندك غير 4 ايام وغادي تخرج من المغرب. هذه كانت اكبر مفاجاه بالنسبه لي صراحه. ما عرفت شنو غادي ندير. تفاجأت واش نجمع باليزتي واش نمشي واش ما نمشيش. المهم واحد الروينه كانت ترول ديك 4 ايام ما نعاودش ليهم. من بعد ما وجدت الباليزه وداكشي جا النهار اللي غادي نخرج فيه من الدار اللي غادي نسافر. كان عقل الصباح بكري صراحه. داك النهار اللي غادي نخرج فيه من الدار كنت حسيت بالبكيه. ما عرفتش يعني
بعض المرات كتكون حاقد على الدوله وحاقد على السيستم ديال البلاد وهادي، ولكن ديك الوقيته اللي كتوصل بك لانك خاصك تخرج من المغرب كيشدك واحد الحنين البلاد والمدينه اللي كبرتي. المهم ما عرفت راه شي وحدين اللي عايشين نفس الاكسبيريونس راه غيحسوا بهاد الهضره هادي اللي كنقول. بدا كيتنادم معايا الحال. المهم واحد الاحساس كان عندي مرون بزاف. خرجت من الدار. واحد اللحظه عاوتاني اللي اثرت فيا بزاف هي فاش الوالده تبعدني. كانت فيا البكيه وما بغيتش نبكي صراحه، كنحاول انني نكونترولي راسي، ولكن صراحه في وجهي يعني شي حد يشوفني ديك اللحظه غيحس بيا انني راه فيا البكيه. بالاخص كتشوف الوالده تابعاك وكتشوف راسك كتخرج من الدار اللي كبرتي فيها والمدينه والحي وهادشي كامل غادي تنساه، يعني غتمشي غتغرب. والمشكله ماشي كتمشي غتغرب في السبليون ولا في طاليان لحقاش قريبه، يعني الطياره تقريبا شحال واحد ساعتين 3 سوايع 4. ماشي بحال مثلا المسافه ديال ما بين دبي كازابلانكا تقريبا عندك واحد 8 سوايع ونص. شديت الطاكسي مشيت كازا فواياجور شديت التران للمطار. وصلت للمطار صراحه داك الاحساس ديال نقولوا ديال الغبينه بدا كيحيد شويه. صافي كتبدا البروسيس ديال المطار. من بعد ما كتبدا البروسيس ديال المطار كتقاد كلشي ديالك صافي كلشي اوكي. كتبدا تسنى حدا الكيت الطياره ديالك. المهم بديت كنتسنى تمايا. هذه كانت اول مره في حياتي غادي نركب الطياره صراحه، واول مره غنشوف الطياره يعني قدامك ماشي كتشوفها في السماء ولا بوينغ. ما عقلتش على السيري ديالها بالضبط. المهم انا غادي نلقى فيديوهات وغادي نوريها لكم. صراحه واحد الحجم ديال اللي كان كبير بزاف، فيها 4 ديال المحركات وجوج ديال ليزيطاج. عرفتي شفت داكشي انا صراحه تبهرت. المهم هذه كانت ليا اول اكسبيريونس في الطياره. صافي ركبت برك حدايا واحد الدري سميتو يوسف، تحيه ليه من هنايا. صراحه راه باقي هنا نيت في الامارات، مره كنتعيط ومره كنشوفو. غادي نوريكم التصويره ديالو هنايا. برك حدايا انا ما كنعرفوش وما كيعرفنيش. المهم تعارفنا. هذه لقيتو حتى هو تقريبا خدام غادي يخدم نفس الخدمه ونفس الشركه. المهم جابونا حدا بعضياتنا صافي بقينا كنهضروا كذا. هذه تقريبا كانت عندنا 8 سوايع ونص ديال الطريق. ضربنا 8 سوايع ونص ديال الطريق وصلنا لدبي. صراحه فاش وصلنا لدبي هذه عاوتاني نقدر نقول الناس اللي جاوا الامارات راه غادي يعرفوا، هذه غادي يحسوا نفس الاحساس. بالاخص فاش كتخرج برا كضربك واحد الصهد وواحد جو كتقول واش دبي هذه. كنسمعوا على الحراره ولكن انا تفاجئت داك الجو بان ليا لا علاقه. يعني نقولوا كازا في الجو خايب ولكن راه كازا نواور بارابور دبي ديك اللحظه. خرجنا من المطار داونا. صراحه داكشي اللي كان قالوا بري يعني ما نصبوا لنا ما والو. واخا انا ما مخلص والو، يعني انا بيك انا راه ما مخلصهاش، غير اوفر دفعت ليها. قادوا لي الاوفر ديالي مع المشغل، قادوا لي الورقات ديالي سيفون. صراحه وصلنا عطاونا السكن. صراحه السكن كان مزيان باش ما نكذبوش. تقريبا بركنا شي 2 سيمانات بحال هكا في الدار، يعني السراح هذه تعرف البلاد هذه، ومن بعد كتبدا الخدمه. ومهم تقريبا هذه ستوري ديالي يعني بعجاله كيفاش جيت للامارات. حاجه مهمه صراحه خاصكم تعرفوها هي ان لانابيك راه ما عندهاش غير لي زوفر اللي كنقولوا حنا يعني في كازا ولا اللي داخل المغرب. عندها اوفر وحدين اخرين اللي كيكونوا خارج المغرب. المهم انا فرنسا مع سميتهم لوفر على ليترونجي ولا شي لعيبه بحال هكا. اي واحد كيفكر يخرج من المغرب بشي طريقه اللي هي ليغال ومضمونه وما مخلص فيها حتى ريال، يمشي لانابيك ويقلب على لي زوفر اللي كيكونوا خارج المغرب. حيت راه بعض المرات كتقدر تلقى كندا، كتقدر تلقى السبليون، كتقدر تلقى الخليج ان باغي عمال مثلا مغاربه في واحد الدومين مثلا كيدفعوا لانابيك، ولانابيك هي اللي كتوفر لهم داك العمال وانت ما كتخلص والو. تقبلتي في لونطروتيان يعني صافي اون فوا كتقبل في لونطروتيان كيقادوا لك الورقات ديالك، كيقادوا كلشي وكتخرج تمشي لديك الدوله اكس اللي انت دفعتي لها. المهم هذه غير نصيحه يعني اللي غادي نقدر ننصح بها الناس، يعني ما يبقاش يشوفوا لانابيك ديك الشوفه ديال انها راه يعني ما شركه ما والو. المهم داك الهضره حيت انا صراحه عمري خدمت فيها في المغرب، عمرها خدماتني في المغرب لانابيك. يعني كانت لي هذه اول مره غندفع ليها ووفرت يعني برا ماشي في المغرب تقريبا. المهم هذه غير نصيحه شي وحدين يعني اللي كيقلب على خدمه وباغي يخرج من البلاد تقدر تمشي لانابيك.